السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في المراجعات النهائية. بتبقى فترة على امتحان شهرين بالعدد، وشهرين ونص على امتحان الأحياء ثالثة ثانوي. خلاص هانت كلها 5 شهور وإيه داخل الجامعة، فهانت دوس على نفسك. 5 شهور هتحدد فيهم مصيرك، 5 شهور يا إما تبقى في كلية قمة والناس تدي لك احترامك والناس تكافئك على تعبك اللي تعبته، يا اما حتى لو انت كنت مذاكر وشادد حيلك في بدايه الترم وجيت وقعت في الفتره دي، اصبح ان انت خلاص عليك العوض وهترجع تاني كما كنت. فان شاء الله هنبدا مع بعض مراجعات ثالثه ثانوي. انا عايزك لو انت رايح في الاحياء ان شاء الله مش هخليك سايب نقطه في منهج الاحياء ثالثه ثانوي، زي ما كنت حافظه في ثالثه ثانوي وشارب الكتاب زي ما بيقولوا. والله كنت في المراجعه النهائيه كنت بسمع الكتاب من غير صفحه. فان شاء الله هنمشي على المنهج اللي احنا عاملينه ده، وهقول لكم كل تفاصيل المراجعه، وباذن الله هنبدا في مراجعه كده بسيطه. انا هديلك في كل فصل النبذات اللي هي الملحوظات اللي هي السريعه والمهمه، وبعد كده نحل عليها اكبر كميه من الاسئله سواء من كتاب الامتحان او كتاب التفوق او كتاب الامتحان. فان شاء الله نبدا مع بعض واحده واحده. احنا عندنا اول باب اللي هو الدعامه والحركه. بنتكلم عن الدعامه في النبات والانسان، والحركه كنبات وانسان. هنتكلم النهارده على الدعامه في النبات والانسان اللي هو الجزء الاول من الفصل الاول، وهنحل عليهم الاسئله بتاعتهم ونشوف اهم الاسئله واسئله السنين اللي فاتت اللي هي مهمه جدا. يلا نسمي الله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتذكر في الدعامه في النبات كان عندي 3 انسجه مهمين جدا. النسيج البرانشيمي، وتاني حاجه النسيج الكونشيمي، تالت حاجه النسيج الاسكلارنشيمي، ورابع حاجه البشره. وهنعرف كل ده ايه. دول اهم الاربع انسجه او اهم 3 انسجه، وطبعا مش نسيج، ده يا دوب حاجه بتتكون من مكونات النبات. فنبدا واحده واحده مع بعض. هعمل لكم مقارنه بينهم لانهم هم اساس فصل النبات. الدعامه في النبات اصلا بتتكون من 3 صفح، ف3 صفح اصلا الاربع ملحوظات دول والمقارنات دول مش هنسيب اي ملحوظه صغيره تفرق منها. فنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الدعامه في النبات. اول حاجه عندي نسيج برانشيمي. كان ايه النسيج البرانشيمي ده اصلا؟ النسيج البرانشيمي كنا متفقين ان هي خلايا حيه. تمام؟ خلايا حيه. طيب حيه، هل هي مغلظه بالسلوز ولا هل هي ما فيهاش سلوز اصلا؟ لا، كنا بنقول ان هي بتحتوي على سلوز ولكن بكميه قليله. يبقى لو جالك سؤال في الامتحان هل هي بتحتوي على السلوز؟ هي بتحتوي على السلوز ولكن بكميه ايه؟ ولكن بكميه قليله. خلاص؟ يبقى هي مدعمه بكميه قليله من ايه؟ من السلوز. تمام؟ ده كده اول حاجتين. يبقى الخلايا حيه مدعمه بكميه قليله من السلوز. وثالث حاجه عندي مهمه جدا 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 ان هي من الخلايا او التراكيب الفسيولوجيه. طب يعني ايه تراكيب فسيولوجيه؟ تراكيب فسيولوجيه دي نقترن منها ان هي دايما تبقى الخلايا حيه. يبقى هي لو خلايا حيه يبقى التراكيب فسيولوجيه. طب والثانيه اللي عندنا اللي هي التراكيب التركيبيه، لو تركيبيه يبقى هي بترسب، وهنعرف يعني ايه بترسب. طيب النسيج البرانشيمي ده عندنا احنا قلنا هو مدعم بكميه قليله من السلوز. ايه فايده السلوز؟ وايه شكل الخلايا البرانشيميه بالمنظر ده؟ الخلايا البرانشيميه هتلاقيها بالمنظر ده كده، بالمنظر ده، بالمنظر ده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده. هيجي لك سؤال في الامتحان زي كده، هل في مسافات ما بينهم؟ في مسافات ما بينهم. طب ليه في مسافات ما بينهم؟ لان هي مدعمه بكميه قليله من السلوز. يبقى اللي فيه سلوز عالي هتلاقيهم ماسكين في بعض، اللي فيه سلوز قليل هتلاقيهم في مسافه زي كده. طب لما في سلوز اصلا اصبح ان الخلايا بتنفك على بعض، فاللي هيبقى فيه كميه قليله من السلوز هو في مسافات بينيه ما بينهم ولكن مش ماسكه في بعض، في فراغات ومسافات بينيه. خلاص؟ ده منظر الخلايا البرانشيميه. طب الخلايا الكونشيميه واحده واحده. احنا قلنا هنا حيه، الخلايا الكونشيميه ايضا حيه.
والله مصر زي ما احنا عارفين خلايا حيه برضه، يبقى في نفس الوقت هي ممكن تبقى تراكيب ايه؟ جدع، تراكيب فسيولوجيه لان هي حيه، يبقى دي تراكيب فسيولوجيه. طيب بص الفرق البسيط ما بينهم ايه هما؟ دي مدعمه بكميه قليله من السلوز، انما الثانيه دي مدعمه بكميه غليظه من السلوز، يعني فيها السلوز كتير. جدع اللي هيعرف ويفتكر شكلها، يبقى احنا نكتب بس ان هي مدعمه بكميه كبيره من السلوز. تمام كده؟ طب وشكلها يبقى ازاي؟ جدع اللي هي تبقى ماسكه في بعض، مفيش اي فراغ ما بينهم بالمنظر ده. يبقى لو جالي في الامتحان والمنظرين دول هتقول ايه ده؟ دول شبه بعض جدا. لا عمرهم ما كانوا شبه بعض، لان هنا في مسافات باينه جدا جدا اهي. انما في التراكيب اللي هي كولينشيميه مفيش اي فراغات ما بينهم، فاصبح ان دي فيها كميه كبيره من السلولوز وايضا ايه؟ تراكيب فسيولوجيه. زائد حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ ان هي فيها تراكيب فسيولوجيه لانها ايه؟ حيه، وتراكيب مالها؟ وتراكيب تركيبيه زي ما احنا عارفين. لسه قايل لك تراكيب تركيبيه، يعني ايه تركيبيه؟ يعني بيحصل فيها ترسيب. طب ترسيب من ايه؟ ترسيب من السلولوز. ليه بقى؟ لان المسافات اللي هي ما بين الخلايا مفيش مسافات بينيه اصلا. طب ليه؟ عشان هي مغلظه بالسلولوز، فاصبح لما تبقى مغلظه بالسلولوز اذا بيحصل فيها ترسيب. طب ليه ترسيب؟ لان السلولوز المغلظ مش هيدخل الميه من هنا اصلا، فاصبح ايه؟ لما الميه تدخل مش هتعرف تدخل ما بينهم، فاصبح ان بيحصل ايه؟ ترسيب. طيب الاسكليروشيميه هي خلايا مالها؟ خلايا ميته ليست حيه. طيب ميته يبقى ايه؟ يبقى عمرها ما تبقى تراكيب ايه؟ فسيولوجيه. جدع. وما تبقى تراكيب ايه؟ تبقى تراكيب تركيبيه. طيب هل بقى مدعمه بالسلوز ولا غير مدعمه ولا فيها ايه؟ دي بتبقى يترسب عليها الكيوتين. يترسب يبقى ايه؟ على طول تركيبيه زي ما احنا كده. ومنظرها ازاي؟ منظرها بالمنظر ده كده، وبيترسب الكيوتين. يبقى انا لو جاي كده في امتحان بالمنظر ده وجاب لي صوره زي كده وحط لي جواها الخلايا وجاب لي حاجه بتترسب من فوق، طب لو جاب لي المنظر ده كده وخلايا اهي وجاب لي حاجه بتترسب من فوق، اذا في كلا الاحوال ان في ترسيب، اذا هي يترسب عليها كيوتين، اذا هي الخلايا الاسكليروشيميه. جدع. يبقى احنا قلنا اهم الثلاث تراكيب انت ما عندكش غيرهم، فاحنا عرفنا المقارنه ما بينهم. حيه ميته، مدعمه بكميه قليله، مدعمه بكميه كبيره، وهنا يترسب عليها الكيوتين. بس كده. حاجه طبعا عندي الا وهي البشره. طيب البشره كنت عامل لكم حاجه مهمه جدا هنعرف نحفظها وسهله جدا. ليه؟ لان البشره ب ليه بقى؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ البشره هي خلايا براميليه. خلاص؟ اول حاجه يبقى براميليه وبارنشيميه. يبقى البشره ب بشره براميليه بارنشيميه. خلاص؟ زي كده. وبرضه تغلظ بالكيوتين. تغلظ بايه؟ بالكيوتين. خلاص كده. دول اهم حاجات في الدعامه في النبات. لو انت فتحت كتاب الامتحان او كتاب المدرسه هتلاقي درس الدعامه في النبات هي صفحه ونص، هم دول في 4 سطور بس هتعرف تحدد. طيب نتكلم بملخص بسيط قبل ما نحل على المراجعه. نتكلم كده حاجه بسيطه نذكرك بالدعامه في الانسان. اول حاجه عندي الهيكل العظمي. الهيكل العظمي بيتكون من حاجتين، بيتكون من جزء محوري وجزء طرفي. يبقى انا بدرس ايه الدعامه في الانسان؟ بدرس الهيكل العظمي، بيتكون من حاجتين. الهيكل العظمي ده كله بيتكون من حاجتين، جزء ماله محوري يعني اساس المحور، انما طرفي هي الاطراف وهقول لك يعني ايه. خلاص؟ يبقى هيكل عظمي محوري وطرفي. المحوري في ايه بقى؟ في اول حاجه الجمجمه، وتاني حاجه القفص الصدري.
طب وتالت حاجه المهم عندي الا وهي العمود الفقري. طيب امال طرفي يبقى في اثنين طرفيين، ايه هما؟ الطرفان العلويان والطرفان السفليان والحزام الصدري والحزام او الحوضي او الحوض يعني المنظر. طيب لو احنا كده فكرنا كده في الاول خدنا ايه؟ خدنا حاجه برضه كنا بنعلمها بحاجه سهله جدا وبسيطه، ان الهيكل العظمي او جسم الانسان فيه كام عظمه؟ جدع اللي قال 206 عظمه. طب وفي كام عضله؟ بنشيل السته ونحطها هنا تبقى كام؟ تبقى 620 عضله، لو اعتبر ما بينهم 620 عضله، انما 206 كام؟ 206 عضله. طيب تعالى نشوف كده الجمجمه الصدري او الفقري، وفي الجزء الطرفي طرفان العلويان طرفان السفليان والحزام الصدري والحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نحل كده شويه اسئله، انا بس هكتب لكم سؤالين عشان نقدر نشرح على السبوره بشكل كويس وهنحل اكبر عدد من الاسئله. دلوقتي اول سؤال بيقول لي اي من يلي يعد من مكونات الجهاز الهيكلي؟ طيب هل هي العضلات أم هي الأوتار أم العظام أم الأعصاب؟ على فكرة الجمل دول لو أنت بصيت لها أصلا هتلاقي إن كل دول كده منفصلين عن العظام، فده برضه إيه طريقة الاستبعاد، كلهم شبه بعض. طب ليه؟ لأن الجهاز الهيكلي بيتكون من إيه؟ بيتكون من عظام وغضاريف ومفاصل، حاجات في جسم الإنسان مهمة جدا. إنما العضلات فهي جهاز عضلي، انما الاوتار فهي جهاز ايه؟ انما الاوتار بتربط عضله بعضله، خلاص؟ انما الاعصاب الا وهي جهاز عصبي، فاذا الاجابه بتاعتي هتبقى رقم ج الا وهي العصب. طيب تاني حاجه وظيفه الاوتار، حاجه مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين نفرق بين الاوتار والغضاريف، خلاص؟ الاوتار هل هي بتربط العظام ببعض؟ غلط. ليه؟ لأن اللي بيربط العظام ببعض قالوا هي إيه؟ هي الغضاريف. وكان من خصائص الغضاريف إن هي بتربط عظمة بعظمة، فإذا إن هي لازم تكون إيه؟ غير دموية، يعني لا تحتوي على دم. غير دموية ليه؟ عشان تفرد عظمة بعظمة، العظمة أصلا نسيج إيه؟ خشن، فلما الخشن يختلطوا ببعض إيه اللي يحصل؟ يحصل احتباس دموي. فإذا هي غير دموية وملساء. لأن هي مش بتسيب أنا ما عملتش حاجة، سبحان الله يعني. طيب ربط العضلات بالعظام، لسه قايلين هنا إن الأوتار بتربط إيه؟ بتربط عضلة بعظمة، إنما عظمة بعظمة اللي هي إيه؟ غضاريف، تمام كده. يبقى ربط العضلات بالعظام مظبوط. حماية الأعضاء الداخلية ده لو في المخ يبقى إيه؟ يبقى الجمجمة. تخزين الكالسيوم دي مش معانا، يبقى إذا الإجابة بتاعت الرقم دي. يلا نكمل مع بعض السؤال الثالث. ما سبب صلابة العظام؟ سؤال مهم جدا وجزئيه لازم تبقى مركز فيها. سبب صلابه العظام هل وجود الكولاجين ولا وجود الكالسيوم ولا البروتينات ولا الدهون؟ طب احنا بصوا يا جماعه احنا بنحل ازاي؟ بيبقى في سياسه الاستبعاد. يعني هل الدهون بتدي صلابه عظام؟ ده اي واحد لو ماشي في الشارع وقلت الدهون بتدي صلابه عظام هيقول لي لا، فانا ممكن اشيلها. بروتينات الناس اللي بتلعب في الجيم هتقول لك بيدي صلابه عظام. طب احنا عايزين نركز بقى. صلابة العظام بيبقى عندي حاجتين مهمين جدا واخدهم في المنهج واللي بيذاكر هو اللي قالها. الكولاجين خلاص والاملاح المعدنيه. الكولاجين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل لي مرونه في العظام، بيعمل لي مرونه. انما الاملاح المعدنيه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل لي صلابه في العظام. ده سؤال بقى زي النظام الجديد، سؤال نفس اسئله النظام الجديد. طب هل هنا الاملاح المعدنيه بتدي صلابه؟ طب هل الاملاح المعدنيه موجوده عندك في الاجابات؟ لا. امال ايه اللي على نفس نظامها؟ الاملاح المعدنيه مثال عليها الكالسيوم. فهو كاتب لك كده بدل ما يقول لك املاح معدنيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجود الكالسيوم. فيبقى الاجابه بتاعتي رقم كام؟ رقم بي اللي هي وجود الكالسيوم. امال وجود الكولاجين بيعمل ايه؟ بيعمل لي مرونه زي ما قلنا. طيب في حاجه مهمه برضه نقطه لازم نشرحها، ايه هي؟ او لازم نوضحها. وجود الكولاجين بطريقه كبيره هو بيعمل لي مرونه،
طب لما يبقى موجود بطريقه كبيره او بكميه كبيره ايه اللي يحصل لي؟ يبقى ايه؟ العظام بتبقى لينه، بتبقى لينه. يعني كانك ماشي من غير جهاز عصبي بالظبط. طيب الاملاح المعدنيه بتدي صلابه. أما زياده الاملاح المعدنيه في الجسم ايه اللي يحصل لي؟ زياده الاملاح المعدنيه زي الكالسيوم في الجسم بتدي ايه؟ بتدي ان يبقى العظام مالها؟ بتبقى العظام هشه. خلاص؟ طيب السؤال الرابع، اي نوع من العضلات يوجد في القلب؟ سؤال سهل وبسيط بس هيلخبط. اوعى تتلخبط في السؤال زي ده. اي نوع من العضلات يوجد في القلب؟ احنا عارفين ان القلب فيه عضلات ايه؟ عضلات قلبيه. خلاص؟ سؤال سهل وماشي جدا. العضلات القلبيه مالها؟ هل هي عضله اراديه؟ لا. اللي في القلب عضله ايه؟ لا اراديه. خلاص؟ زائد ايه؟ مخططه. عضله قلبيه مخططه. سؤال 2022 امتحان الاحياء سنه 2022 جاب لي ايه؟ جاب لي بالظبط المنظر ده. خلاص؟ وراح عامل لي ايه؟ راح جايب لي كده بالمنظر ده. كده. وراح جايب لي كده. وقال لي اي من دول وهي العضلات القلبيه؟ سؤال سهل واللي مذاكر ولا عارفه. العضلات القلبيه مالها؟ بتبقى لا اراديه ومخططه. ايه المخطط؟ هي دي، يبقى دي عضله ايه؟ قلبيه. خلاص؟ يبقى العضلات اللي موجوده في القلب هي عضله قلبيه مالها لا اراديه ومخططه. ثلاث حاجات لازم تعرفهم عن العضلات في القلب. طلاب ثالثه ثانوي سؤال مهم جدا في ماده الاحياء الصف الثالث الثانوي. سؤال مهم جدا، بيقول لي عن انقباض العضلات يحدث ايه؟ ده سؤال في الفصل الاول اللي هو فصل الدعامه والحركه في جزئيه الحركه. خلاص؟ بيقول لي عن انقباض العضلات يحدث زياده في الطول العضله ولا نقصان في الطول ولا ثبات في طول العضله ولا عدم حدوث شيء في الطول. سؤال مهم وسهل جدا ولكن في طلبه كتير زي بتتلخبط فيه. تعالوا نشوف مع بعض. انا دلوقتي عندي عضله. خلاص؟ العضله دي بتتكون من ثلاث حاجات، ميوسين وخيوط ميوسين وكيوتين. خلاص؟ والعضله الثانيه هنا حصل انقباض في العضلات، يبقى العضلتين ايه؟ هيقربوا لبعض. لما يقربوا لبعض ايه اللي هيحصل؟ انضغاط. فهيحصل انضغاط يعني العضلتين هيبقوا فوق بعض. طب لما يبقوا فوق بعض ايه اللي هيحصل في الطول؟ هل هيزيد في الطول؟ لا طبعا. طب هل هينقص في الطول؟ يحصل نقصان في الطول. ولا يحصل ثبات في طول العضله؟ لا طبعا. ولا عدم حدوث شيء في الطول؟ لا. هو نقصان طول العضله. وبرضه زي ما احنا قلنا سياسه الاستبعاد هيبقى عندي الاجابه ج ودال هما واحد، وده دايما اللي بيحصل في النظام الجديد. النظام الجديد بيجيب لك اربع اختيارات، اثنين شبه بعض واثنين شبه بعض هيطلعوا بره. خلاص؟ وبيبقى الاختيار في اول اجابتين. ثبات في طول العضله ولا عدم حدوث شيء؟ لا بالمنظر ده هيبقى نقصان طول العضله. وانا بدايه السؤال استبعدت اصلا الاثنين دول على طول، فاصبح عندي يا اما زياده يا اما نقصان، يبقى الاجابه بتاعت النقصان، لان لما يحصل انقباض يبقى ايه؟ نقصان. انما لما يحصل انبساط في العضله يبقى الاثنين بيبعدوا عن بعض، فيبقى عندي ايه؟ عندي زياده في طول العضله. بالمنظر ده.